ايه علاقة الهرم بعبدة الشيطان؟ ممكن يكون تراث السجود ده أداة لتبليد الشيطان، وهل في عبدة شيطان في مصر؟ ومين أصلا عبد الشيطان؟ الحكاية بدأت منين؟ هتعرف البداية وتشوف قد إيه الناس دي مقرفة ومرعبة في أفعالها، بس قبل ما أقول لك أي معلومة عنها لازم تعرف إن اللي موجود عنهم قليل جدا. بس في الفيديو ده هتعرف كتير عن القصة دي، إيه معتقداتهم، إيه طقوسهم، إيه أشكالهم، بيقدموا القوانين البشرية ولا لأ، بيمارسوا الجنس مع الأموات، رموزهم وأشكالهم معناها إيه، ليه بيعبدوا الشيطان، وإيه الدافع اللي يخليهم يعبدوا الشيطان، وهل في منهم في البلاد العربية ولا لأ. وعشان تعرف كل ده لازم تركز معايا أوي، لأن الفيديو ده فيه تفاصيل هتبهرك. جاهز؟ طب يلا بينا. عبدة الشيطان هم مجموعة من البشر قدسوا الشيطان وعبدوه عن طريق الأغاني